السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. النهاردة هنعمل الميني بيتزا مع بعض، حاجة كده حلوة وسهلة للأطفال في المدارس واللانش بوكس. معانا كده بسيطة، معانا كيلو دقيق، هنحط عليه معلقتين لبن بودرة وشوية توم باودر وبصل باودر، يبقى معلقة صغيرة كده ومعلقة صغيرة بيكنج باودر. هنقلب المواد الجافة مع بعض. هنحط بقى ندوب الخميرة، معلقة سكر في ربع كوباية مية دافية، وعلى معلقتين صغيرين خميرة فورية عشان دي نختبر الخميرة بتاعنا ونشوفها شغالة ولا لأ. هنحط معلقتين زيت. هنزل بكوباية زبادي بتدي طراوة العجين حلوة قوي، دي اختياري، لو عايزة تحطيها تضيفيها، مش عايزة براحتك، بس هي بتدي طراوة حلوة للعجين. هننزل عليها بقى بالخميرة وانزل بالمية بالتدريج بقى حسب كل نوع دقيق. في دقيق بياخد مية كتير، في دقيق بياخد شوية مية صغيرين، على حسب كل نوع دقيق. ونعجن فيها بقى لحد ما تبقى معانا كده طرية زي ما احنا شايفين كده، طرية بس مش بتلزق في الايد. كل ما بتكون العجينة معاكي طرية، كل ما بتكون بتطلع معاكي قطرة. هحطها بقى في طبق كده وتخمر واسيبها تخمر زي ما احنا شايفين بقى كده، متلزقش في ايدي، بوريكم انها مش بتلزق في ايدي. هنا بقى سيبها تخمر. هنحضر الصلصه بتاعه البيتزا عما تخمر. يعني طماطم متسبكه عادي خالص، حطوا عصرتها في الخلاط وحطها على النار تتسبك، وانا بعينها في اكياس كده في الفريزر. هنحط بقى عليها شويه ملح وشويه توم باودر وبصل باودر وفلفل اسود وزعتر ومعلقه خل، وهنقلب بقى كل المواد ديت. وممكن تحطيها شويه في الميكرويف يعني تسخن شويه في الميكرويف او على النار، او ممكن خلاص كده هي تعتبر جاهزه لان الطماطم متسبكه. هنا بقى بعد ما العجين خمر معايا، شايفين الضعف حجمه ازاي. هنهبط بقى كده معانا العجينه. متنسوش اللايك والاشتراك في القناه وتفعيل الجرس عشان يوصلكوا كل جديد. متنسوش تعليقاتكم، تبقى حلوه قوي للاطفال في المدارس كده في اللانش بوكس، حاجه سهله. بدل ما تقومي تعملي سندوتشات، بتعملي كميه وتحطيها في الفريزر وتطلعها قبل المدرسه بساعه كده ولا حاجه، تفك وتحطيها في اللانش بوكس كانك لسه عاملاها بالظبط. هنقرصها بقى كده كوره كبيره كده شويه، نحط دقيق بقى ونفردها. دي اسهل طريقه للفرد، يعني نعمل ميني بيتزا صغيره. تفردي قطعه كبيره مره واحده وتقطعيها بكوبايه او بحاجه مدوره. شايفين سمكها عامل ازاي، ولا رفيعه ولا تخينه. هنا بقى كان عندي بتاع المدوره دي قطعت بيها، ممكن بكوبايه عادي خالص، اي قطعه عندك على شكل دوريه تعمل معاكي بكل سهوله. اشيل بقى الزيادات وارجع اعملها تاني. انا بقى اجيب صينيه وادهنها دهنه زيت ورشه دقيق، ونكون محضرين الفرن على اعلى درجه حراره عندك على الرف اللي في النص. لو في مروحه شغلي له مروحه. هنحط بقى الصلصه، ما بتاخدش 12 دقيقه 10 دقايق بالكتير لان هي سمكها رقيق. احنا شايفين هنحط صلصه على كله كده. اللي محطش لايك ينزل يحط لايك، واللي مشترك في القناه اشترك في القناه. هنحط بقى سوسيس، اي حشو بقى عايزه تحطي، عايزه تحطي جبن بس طماطم بس، يعني جبن وطماطم بس وفلفل من غير سوسيس، اي لحوم، اي جبن، الحشو اللي يريحك خالص. هنا جاهزه معانا، دخلتها الفرن وطلعتها، شايفين عامله ازاي، هشه وطريه جدا وطعمها حلو جدا. يا ريت متنسوش اللايك والاشتراك في القناه وتفعيل الجرس عشان يوصلكوا كل جديد. متنساش تعليقاتكم. وكيلو يطلع كميه كبيره، شايفين عامله ازاي، بوريكم طريه ازاي.